اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. كل سنة وانتم طيبين. هنبتدي بقى نحضر لشهر رمضان الكريم. طبعا التحضيرات البسيطة والعادية بتاعتنا، يعني مش لازم حاجات مكلفة وحاجات كتيرة وحاجات غالية. هنبتدي حاجات بسيطة. أولها طبعا الزبادي ده بيبقى ضروري على السحور. في عندي في الولاد برضو بيحبوش الزبادي السادة، فممكن تعمليه بالفراولة أو بأي طعم تاني. هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة، وأحلى طبعا من الجاهز اللي بنشتريه، لأن الجاهز بيبقى فيه مواد حافظة. حتى لو نفس السعر هيكون أنضف. كفاية إن انت هتبقى عاملاه بإيدك وعارفة انت عاملة ايه، وهتأكلهم حاجة نظيفة. يعني مش شرط، مش هقولك بقى ارخص او اوفر او حاجه، لان اللبن كده كده غالي. اللبن دلوقتي بقى ب 24 جنيه. اللبن مش رخيص. انا عامله كيلو ونص لبن، فاعملوا معايا الكميه اللي انتوا شايفينها دي. هنبتدي بقى نقول بسم الله. انا عندي ده كيلو ونص لبن، رفعته على النار. لازم النار تكون هاديه عشان اللبن ما يشيتش منك، وايدك فيه على طول بتقلبيه كده. طبعا اللبن بتاع المحلات اللي احنا بنشتريه ده لبن جاموسي، او لبن من عند اللبان، يعني مش لبن في علب. لبن كامل الدسم. طبعا اللبن برضو اكيد بيبقى مغشوش، ما بيبقاش لبن حليب صافي يعني 100%. فانا برفعه على النار، بفضل اقلب فيه كده لغايه ما يبتدي يغلي. هو في اول بس الغليان هيبتدي يفور معاكي شويه. علشان كده قلت لكم النار بتكون اهدى حاجه، لازم النار تكون هاديه جدا علشان ما يفورش منك. هيغلي غلوتين كده، يعني هيعلى شويه، بعد كده هيغلي عادي خالص، مش هيفور تاني ولا يعلى منك خالص بقى. هتسيبيه يغلي كده حوالي 10 دقايق، وايدك فيه برضو عشان ما يشتش ويلزق في الحله من تحت او في اللبانه. بعد كده انا رفعته من على النار. عايزه كوبايه زبادي هتبقى بدرجه حراره المطبخ. هركنها بقى جنب اللبن لغايه ما اللبن يبقى دافي. حبه زبادي من اللي هو بتاع العلب، اللي هو بتاع المصانع، ماشي. الزبادي البلدي بتاعنا ماشي. الطعم اللي بتحبيه هتجيبيه تعملي بيه. انا ده اللبن الزبادي بتاعي اللي هو البلدي من عند اللبان برضو. اللبن بتاعي بقى دافي، بقى دافي يعني تحطي صباعك فيه تحسي ان هو يعني مستحمله، ما يبقى سخن على صباعك. هشيل القشطه بتاعت اللبن بقى كده زي ما انتم شايفين، وهجيب بوله هنزل فيها بكوبايه الزبادي. كوبايه الزبادي دي بايته عندي من قبلها بيوم. هحط عليها بقى حوالي 5 6 معالق لبن، حوالي نص كوبايه لبن يعني. وهبتدي اقلب فيها كده بسم الله. مش عايزه الزبادي يكون عامل اي تكتلات خالص، عايزاه يبقى كريمي خالص كده معايا مع اللبن. حابه تزودي كريم شانتيه بيديله طعم حلو قوي. حابه تزودي لبن نيدو او لبن بودره يعني بيديله طعم حلو قوي. مش حابه تزودي اي حاجه، خلاص كفايه يعني، مش لازم تكاليف زياده. هو كده تستكفي كوبايه الزبادي. قلبت بقى بالمضرب عشان القوام يبقى كريمي معايا. وحطيت معلقتين سكر على اللبن عشان يبقى فيه تسكيره شويه كده، عشان في ناس ما بتحبش الزبادي يبقى طعمه مالح. يعني لو انتوا بتحبوش مسكر يبقى ما تحطيش سكر خالص. انا حطيت معلقتين بس سكر. هنزل بقى باللبن اللي عليه الزبادي كده بسم الله. وهخلي البولة دي هستعملها تاني، هركنها جنبي. هقلب كويس بقى واتاكد ان الزبادي واللبن اختلطوا ببعض كويس. زي ما قلت لكم اللبن لازم يكون دافي. اللبن لو ساقع او بارد مش هيجبن او مش هيعمل زبادي معاكي. اللبن لو سخن قوي برضو مش هيعمل زبادي معاكي. لازم اللبن معاكي يعني ما تحطي صباعك فيه تستحملي كده. حطيت بقى حبه لبن في البوله تاني، ونزلت عليهم بحبه جيلي فراوله. واللبن لازم يكون دافي عشان الجيلي يدوب معاكي. وهركنهم بقى قبل ما يدوبوا كويس، اكون حطيت الزبادي بتاعي. تحطي بقى في كوبايات، في سلاطين، في الطواجن. في الطواجن بيبقى طعمه حلو قوي على فكرة. انا حطيته في الطواجن كده بسم الله. ده شكله زي ما انتم شايفين. هركنهم بقى. وهجيب البولة اللي فيها حبة اللبن اللي فيهم الجيلي. هنزل بيهم على باقي اللبن كده بسم الله. هتتأكدي انك دوبتي الجيلي كويس، علشان الجيلاتين اللي فيه ما ينزلش في الكوباية من تحت او في البولة من تحت، مش هيبقى حلو. اتأكدي ان الجيلي دب معاكي تماما. هقلب كويس كده زي ما انتم شايفين، واحطه بقى في الكوبايات بتاعتي. طبعا الكوبايات او البولات او اي حاجه هتحطي فيها لازم بتكون نظيفه ومتعقمه كويس، ما فيهاش ولا نقطه ميه. هحط بقى باقي الزبادي كده زي ما انتم شايفين. الزبادي ده بالفراوله، ممكن تجيبي بالمانجا، ممكن تجيبي اي طعم جيلي وتستعمليه. انا حطيت حوالي تلت الباكو الجيلي، ما حطيتوش كله طبعا عشان عامله 3 كوبايات بس. ال3 كوبايات دول يعملوا حوالي 4 أو 5 كوبايات زبادي. الكوبايات دي كبيره على فكره. ده شكله كده.
هجيب بقى صينيه نحط فيها ميه سخنه، حوالي 8 ساعات، تحطيه في فرن البوتاجاز او تخليه حتى على الترابيزه بس تغطيه كويس. الزبادي اللي بالفراوله ده طعمه حلو قوي على فكره، انا اول مره اجربه بالجيلي. انا كنت بعمله قبل كده بمربى الفراوله او بالفراوله، بس بصراحه بالجيلي طلع طعمه جميل جدا. احطه بقى في الصينيه كده زي ما انتم شايفين، بسم الله. واكون مسخنه ميه عشان احطها في الصينيه. طبعا لو الصينيه المونيا زي دي، يا تحطي فيها نص ليمونه يا تحطي فيها معلقه خل عشان ما تغمقش معاكي او لونها ما يغيرش معاكي. هحط الميه بقى كده بسم الله. الميه تبقى واصله لنصه كده على الاقل، بس مش اكتر من كده، ولا محتاجين مكنه زبادي ولا محتاجين اي حاجه. حاجه اسهل من السهوله، وحاجه تبقى انت عاملاها بقى بايدك، وحاجه نظيفه ومضمونه. انا بصراحه مش هكدب عليكم، هو ما فيهوش توفير قوي يعني. يعني التوفير مش الحاجه الواو، يعني الحاجه الكتيره. هو التوفير فيه بسيط، بس حاجه نظيفه ومضمونه. هتاخدي بقى كوبايه زبادي عليها كميه قشطه حلوه كده محترمه، هتاخدي كوبايه زبادي نظيفه انت اللي عاملاها بايدك، ريحتها حلوه وطعمها حلو. هغطيها بقى كويس بأي حاجة على قدها كده، واحط عليها فوطة. يعني ده من بالليل للصبح حوالي من 8 ل 10 ساعات. ده شكلها زي ما انتم شايفين، هي مسكت اهي زي ما انتم شايفين، بس انا هحطها كمان في التلاجة، يعني كمان مش محتاجة تلاجة، ممكن تاكليه كده على طول. زي ما انتم شايفين شكله كده، ده اللي في الطاجن. برضو ماسكين نفسهم ما شاء الله. الزبادي في الطواجن طعمه حلو قوي على فكرة. انا فاكرة زمان كان اللبان بيجي يوزع الزبادي علينا، كان بيبقى في طواجن زي دي بس اصغر شوية كده. كان بيبقى طعمه حلو قوي عن الكوباية البلاستيك اللي بنجيبها دلوقتي. هحطه في التلاجة بقى. وده شكله بعد ما طلعته من التلاجة زي ما انتم شايفين، ماسك نفسه قوامه جميل. وهتحسي ان هو كريمي كده لما هطلعه معاكم بالمعلقة دلوقتي، مش مكتل معايا ولا حاجة. بسم الله. ده الزبادي اللي بالفراولة. وزي ما قلت لكم، اي طعم عايزين تعملوه هاتوا باكت جيلي. لو هتعملي كيلو ونص كلهم يعني زبادي بالفراولة بس، يبقى حطي باكت جيلي كله عليه. وده الزبادي السادة بتاعنا. بتمنى ان شاء الله ان وصفتي تكون عجبكم، وبألف هنا.